السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام مرام. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الفخيدات ديال الدجاج في الفران بواحد التتبيله اللي خطيره، كتخليه يجي لذيذ ما تشبعوش منه، طايب زبده وبالخلط، واحد الخلطه اللي كتخليه يجي محمر كما كتشوفوا معايا. طبق اللي ساهل في التحضير ديالو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم، بسم الله على بركه الله، نبدا مباشره في المكونات والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. انا احتاجيت لهاد الركيبات او الفخيدات ديال الدجاج اللي كانوا عندي مغسولين من قبل بالملحه والحامض. انا الصراحه كانوا عندي في المجمد، جبتهم حتى ديكونجلاو، درتهم في هذا الورق النشاف باش ينشفوا ليا من الماء، وكنفلحهم كاملين بالموس كما كتشوفوا معايا. ضروري نديروا في هاد الفتحات باش كي نتبلوه يتشربوا لينا داك التتبيله ويجيو لذاذ. بالنسبه لكم ماشي ضروري ديروا هاد الركيبات اللي استعملت انا وهاد الفخيدات، ديروا اي نوع ديال القطع كتوفر عليهم ديال الدجاج، ويمكن لكم ديروا حتى الدجاج صاين، داكشي على حسب اللي عندكم متوفر، والكميه على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. هنايا عندي خليط بين الزعتر وبين اكليل الجبل اي الازير، تقريبا واحد المعلقه صغيره من كل هي حاجه. غادي نحكهم هكا بين يديا. غادي نضيف عصير نص حامضه، نضيف نص معلقه صغيره ديال السمن. انا الصراحه ضفت السمن لانني ما كنتوفرش على الموطارد، الا كان الموطارد كان احسن دير واحد المعلقه كبيره ديال الموطارد. نضيف واحد المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم. بالنسبه لهاد التتبيله اللي غادي نعطيكم، نتوما كتحكموا فيها على حساب الكميه ديال الدجاج اللي غادي تحضروا. انا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال القزبور حبوب مطحون، وراس معلقه صغيره ديال التحميره، عفوا ديال الهريسه غبره، يعني الهريسه بودره. ضفت راس معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الكمون. غادي نضيف هنايا معلقه صغيره ديال الثومه بودره، ما توفرتوش عليها كديروا الثومه طريه. راس معلقه صغيره ديال الملح، ما تكثروش الملحه لاننا غاسلين من قبل الدجاج مزيان بالملح. نضيف القليل ديال الصلصه الحاره، الا لاحظتوا ما ضفتش الابزار لان عندي الهريسه حاره وكذلك الصلصه الحاره. غادي نضيف واحد الياغورت طبيعي، ياغورت مسوس، كيخلي هاد الدجاج كيجي فتي وكيجي لذيذ، كيعطي واحد المذاق مميز. صدقوني هاد التتبيله هذه اللي شاركت معكم اليوم كتجي خطيره في المذاق ديالها. غادي ندمج المكونات ديالي مزيان حتى ينسجموا ليا. انا خدمتي اليد الصراحه، هي اللي كتنفع في هاد المواقف. صافي، وكناخذ داك القطع ديال الدجاج ونحاول انني نشرملهم مزيان، وندخل هاد التتبيله في داك الفتحات اللي فتحناهم. وهاد التتبيله شحال ما درتوها للدجاج يعني مده اللي هي طويله كيجي لذيذ كتر وكتر. الا كان عندكم الوقت وبغيتو تحضروه ديروه ليله من قبل حسن كاع. انا خليته تقريبا واحد 4 ديال الساعات. صافي، صافي نستمر حتى نكمل كاع داك القطع اللي عندي. صافي غادي نغطي عليه بكيس بلاستيكي، وكما قلت لكم شحال ما تشرب هاد التتبيله شحال ما كيجي لذيذ اكثر واكثر. صافي، انا من بعد ما برات عندي واحد 4 ديال الساعات غادي نديرو في الطاوه اللي غادي تدخل الفران. هنا خديت الطاوه اللي غادي ندخلها للفران، غادي نقطع فيها واحد نص بصله. انا عندي بصله كبيره اكتفيت فقط بنص. صافي نحاول انني نشنفها هكا تكون رقيقه. وناخذ داك القطع ديال الدجاج ونستفهم هكا من الفوق. هنا كنت ضفت واحد الورقه ديال سيدنا موسى، ما ذكرتهاش معكم، هانتوما كنت وضعها مع الدجاج. صافي، في هذا الاثناء الفران كيكون عندنا مشعول من قبل، كيكون سخون الفران. نهز داك الخلطه اللي تبقات ليا ونحاول نوزعها هكا من فوق الدجاج وكذلك فوق داك البصله. ونادي نضيف واحد اكثر من 4 كاس خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده اللي غنضيفو هكا فوق الدجاج وكذلك فوق داك البصله. لاحظتوا ما ضفتوش في الاول لان الدجاج ملي كنرقدوه الا درتو الزيت راه ما كيتشربش التتبيله مزيان، كنخليوه اخر حاجه عاد كنضيفو. صافي، هنا خديت ورق الطهي اللي فزكته بالماء وغادي نغطي به باش ما كيتحرقش معنا في الفران. ضروري فزكوه بالماء. صافي، نحاول نغطيه مزيان، وغادي نزيد كذلك من الفوق ورق الالومنيوم.
صافي ندخلو الدجاج ديالنا يطيب. من كندخلوه كنديرو في الرف الفوقاني. حاولوا انكم النار ما ديروهاش مهيله، لان الدجاج ما عندناش صاين اللي هادي ياخذ لنا وقت طويل في الفران باش يطيب على حقه وطريقه. ملي كيكونوا قطع اللي هما صغار ما كنديروش النار مهيله، كنديروها متوسطه وكنخليو الدجاج ديالنا حتى كيطيب. ساعه على ساعه كنرقبوا عليه. صافي ملي كيطيب كنلقاو الدجاج ديالنا طاب، كنعريو عليه داك ورق الطهي وكذلك ورق الالومنيوم باش كتشرب داك المريقه، لان كينزل مريقه اللي هي كثيره واخا ما دايرينش فيه الماء نهائيا حتى كتعلك داك البصيله كما كتشوفوا معايا كتنزل من بعد ما خرجته من الفران. هنا خديت واحد المعلقه صغيره ديال العسل مع معلقه صغيره ديال الكيتشوب اللي غادي نخلطهم مزيان بهم باش غادي ندهن الوجه ديال هاد الفخيدات ديال الدجاج. صدقوني كتزيدهم لذه وكذلك التحميره. نسيت ما قلت لكم ان مره قلبوا الدجاج ديالكم باش كيتحمر من جميع الجوانب. صافي هادي ندهن الوجه ديالو كما قلت لكم. معلقه صغيره ديال المطارد معلقه صغيره ديال العسل مع معلقه صغيره ديال الكيتشوب كتعطيه تذهيبه وكذلك لذه. صافي نرجعوا مره ثانيه للفران باش يتحمر فقط ونخرجوه. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا. كيجي منسم كيجي لذيذ. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوا بهذه التتبيله اللي ما عمرها ما جربته بهذه التتبيله. تجربوا وترد عليا الخبر. هذا هو الشكل النهائي. رفقته بالرز. انا الوصفه ديال الرز بغيت نخليها لكم حتى الفيديو بوحدو باش نتقاسمها معكم. هذا الرز كترفقوا به الدجاج، كترفقوا به السمك، مهم مرافق لجميع الاطباق اللي كتكون في الفران وكذلك المشاوي. شوفوا الدجاج ديالنا كيجي طايب زبده، كيجي فتي ولذيذ ما تشبعوش منه. نتمنى اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا كنتوا عاد ما درتوش لايك، ديروا لاختكم واحد اللايك كتشجيع الفيديو. شفتوا كيستحق بارطاجيوه لي مع الاهل والاحباب وسائل التواصل باش تعم الفائده. وكيجي واقف في دمو وداك البصيله معلكه وطايبه الزبده. كما قلت لكم الرز هذا هو الشكل ديالو. كيجي حبه على اختها، كيجي مفرز، كيجي لذيذ بالخضر بلا لحوم. وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.